الجولة 12 من دوري نجوم العراق. الشرطة الوصيف ب 21 نقطة يواجه الموصل صاحب المركز الخامس عشر ب 12 نقطة. هنا أبناء الحدباء ضيوفا على بغداد الحبيبة، على عاصمة السلام، في ملعب الشرطة في استاد القفص، هنا في المكان الذي تعزف فيه ألحان القيثارة الخضراء كرويا. وأمامكم هذا الحضور الكبير والبهي، ونشاهد جماهير الشرطة حاضرة، وعلى الشاشة هنا ترسم تكتيكيا أمامكم تشكيلة الشرطة بأحمد باسل في المرمى، مناف يونس، أحمد يحيى، مصطفى سعدون، عبد المجيد في خط الدفاع، شريف مندي، أثير صالح في الوسط، المواس مع أتبا ومحمد داود ياسين. سيكون هذا الرسم بالنسبة للسيد مؤمن سليمان في هذه المباراة، مع الاعتماد على شريف في الطرف وعودة المواس كلاعب مساند لرفقة أثير صالح. هنا طاقم التحكيم يوسف سعيد الحكم الدولي الذي يقود هذه المباراة، رفقة الدولي الآخر أكرم علي، وكذلك أيضا يتواجد معهم سفين قادر وأميد مصطفى، وفي غرفة الفار محمد سلمان مع علاء عباس. بالنسبة للجهة المقابلة سيد شاسب سلطان الذي يدخل المباراة بمهدي هاشم في المرمى، رامي الوسماني، سيدريك نقا، جوسن ميدراندا الكولومبي، حسام كاظم في خط الدفاع، أكرم رحيم، باقر عطوان وسيرجيس الريان بيتي في وسط الملعب، سامر محسن مع علاء الدين الدالي وروش فونينغ في الخط الأمامي. هنا الرسم التكتيكي للسيد شاسب سلطان، الدكتور شاسب سلطان في هذه المباراة وهذه المواجهة التي يواجه فيها السيد مؤمن سليمان. أيها الأحبة، أيها المتابعون، مباراة بتاريخ قديم، مباراة بتاريخ مديد، ومباراة منذ أمد طويل، منذ موسم 82-83، والموصل يواجه الشرطة في مبارياته بعد غياب طويل. يعود أبناء الحدباء مرة أخرى إلى دوري نجوم العراق، هنا في انتظار أن تدور الكرة في أرضية الملعب مرة ثانية. المباراة رقم 32 ما بين الفريقين أيها الأحبة، 31 لقاء سابق جمع الفريقين فيما مضى 14 انتصارا للشرطة و8 انتصارات للموصل و9 تعادلات، في انتظار صافرة الدولي يوسف سعيد للإعلان عن بداية اللقاء رقم 32 ما بين الفريقين، مع عودة الشرطة، مع انتظار لتعثر أبناء القلعة الصفراء إربيل في المواجهة الشمالية الخالصة مع دهوك في ديربي كردستاني خالص. الآن الأنظار بالنسبة لجماهير الشرطة الغير ملبية للطموح في حضورها على هذه المباراة. إذن على بركة الله تنطلق صافرة يوسف سعيد. هنا كرة القدم، هنا فقط كرة القدم ولا شيء غير كرة القدم بالنسبة لجماهير الشرطة في بغداد. كرة من اليمين، انطلاقة لسامر محسن، وكرة تلعب، الفرصة والمحاولة، الانطلاق الأول والكرة العرضية، لكن تصد وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. تغطية من جانب أحمد يحيى الأسمراني البصري الذي يغطي الجهة اليسرى، غير مرافق اليوم لشقيقة ابن مدينته ومحافظته في البصرة بالأحرى اللاعب أحمد فرحان. هنا كرة تلعب سباعية في مرمى القاسم، أعادت النشوة مرة أخرى رغم أن الفريق ليس في أفضل أحواله، تأكيد على حساب زاخو في الجولة قبل الماضية، وهذا كله يريد من خلاله فريق الشرطة العودة إلى الوقوف في مكانه الطبيعي. البطل في 4 مواسم متتالية يريد الثبات والوصول. يلتقي التاريخ بالهوية، نادي الشرطة القيثارة الخضراء صاحب الحضور العريق والصوت الذي لا يهدأ، يعزف اليوم نغمة على أرض ملعب القفص، حصنه الجديد وموعد جماهير هذا الملعب. وفي الجهة المقابلة تحضر الموصل مدينة نينوى، والحدباء مدينة الحضارة التي لا تنكسر، ويحضر معها نادي الموصل. إذن أبناء الحدباء روح المدينة، وهنا يحاولون في ملعب القفص
إعادة أمجاد قديمة بالنسبة للقاءات الفريقين وبالنسبة للاعبين الذين واصلوا في الفريقين من أجل ضربة أولى. هنا روش فونينغ يحاول ودالي لكنه عبد المجيد، لكنه قلب الحوت وليس قلب الأسد، تمكن من انتزاع الكرة الأخيرة. وراية من المساعد تشير مباشرة إلى وجود ماذا؟ مخالفة على هذا الرجل الكاميروني روش فونينغ، وصيف هدافي الفريق هذا الموسم خلف دالي. دالي عنده 5 وروش عنده 4، وبالتالي الطموح نحو هدف خامس وزيادة الغلة. بينما كرة تلعب الآن إلى أتيبا باتجاه محمد داود ياسين، إعادة الكرة في الخلف إلى الظهير. أمامك مصطفى سعدون، هنا السيد مؤمن سليمان 52 سنة من المصري، مواليد 21 من مارس 1974. هنا كرة تلعب، يواصل المجد في بلادنا الحبيبة، 4 في الدوري، له 3 وبصمة في لقب رابع أيضا، رغم أن المدرب الذي اختتم الدوري في ذلك التوقيت هو السيد أحمد صلاح علوان، لديه لقبين للكأس مع الشرطة والقوة الجوية، وأيضا لديه لقب في بطولة السوبر مع نادي الشرطة على حساب الكرخ. بينما كرة تلعب الآن، الموصل الواصل من تعثر أمام المتصدر أربيل بهدفين مقابل لا شيء. خسر فريق الموصل هنالك في ملعب دهوك. كرة تلعب الآن ومحاولة من الجهة اليمنى، نقلة إلى الأمام والفرصة واصلة. علاء الدين الدالي يتابع، لكن عبد المجيد من يعوض غياب قلوب الدفاع في هذه المباراة بعد رحيل أصحابي، بعد إصابة موسيس في بداية الموسم. لذلك الحل الأمثل للشرطة هو انتداب قلب دفاع، ولو أننا أيضا سمعنا عودة فهد اليوسف إلى وسط الملعب. كرة في الوسط مرة أخرى، نقلة على الطرف الأيمن، المحاولة واصلة باتجاه حسام كاظم الذي يوما ما كان نجما في القيثارة الخضراء مثل أكرم رحيم. روش فونينغ يحاول الضرب مبكرا بالنسبة للضيوف في هذه المباراة، لكن كرة طالت وخرجت إلى خارج أرضية الملعب. هذا روش فونينغ الأسد الكاميروني القادم من نادي سليمان الرياضي التونسي. وأمامك جاسر سلطان، دكتور جاسر سلطان 43 سنة في المباراة رقم 50 مع نادي الموصل خلال موسمين. جاسر سلطان يواصل التقدم مع هذا الفريق، الوصول إلى دوري المحترفين، والهدف يبقى الأسمى للفريق وللمدينة البقاء في دوري نجوم العراق في صفوة المحترفين لهذا الموسم. مناف يونس ينقل كرة من الخلف، المحاولة طويلة تنقل في الجهة العكسية باتجاه محمد داود، لكنها تطول وتغادر إلى خارج أرضية الملعب في هذا التوقيت. طالت على محمد داود، هذا النجم الذي يقضي موسمه السادس مع الشرطة. محمد داود الذي وصل هنا في 19-20 قادما من النفط، وهنا العوائل الكريمة المحترمة التي تنير المدرجات، حاضرة على مدرجات استاد القفص، وحضور لا يلبي للطموح لفريق بطل الدوري 4 سنوات متتالية، أو بالأحرى والمعنى الأبلغ بوصفه بأنه بطل في 4 مواسم متتالية وليس 4 سنوات. هكذا حضور غير ملبي. بينما كرة للدالي شكلها لأبناء الحدباء مبكرا ستكون البصمة في بداية هذه المباراة، لكن هنا النقلة العالية التي تصل إلى الأمام والرأسية الحاضرة. محاولة موجودة على الطرف الآن، نقلة لصالح نادي الموصل واصلة، تدخل دفاعي من أحمد يحيى، شجاعة كبيرة لدى هذا المدافع الظهير الأيسر لنادي الشرطة ولمنتخبنا الوطني ابن البصرة ابن التنومة الذي يحاول دائما، كانت له بصمة في أهداف الفريق في الموسم في مرمى الكهرباء. بينما كرة الآن من جانب شريف الذي وضع أول بصماته في مباراة 7-1 أمام القاسم في الجولة الماضية. الجميع غير راضي عن الأداء الخارجي للشرطة، لكن محليا الشرطة هذه بداياتها تعودوا عليها دائما، في السنوات الأخيرة تعودنا على هكذا بداية للشرطة، لكن في الختام الشرطة بطل. وما شاهدناه في الموسم الماضي والموسم قبل الماضي الكارثي الذي استغرب الجميع كيف ذهب اللقب من القوة الجوية وسط كم من نجوم، وسط الفريق الذي كان مستعدا، لكن في كل توقيت يحتاجون فيه إلى النهوض مرة أخرى بعد العثرات. قالوا يا فرعون يا مصري يا مؤمن تعال إلى هنا ورمم لنا البيت، ويأتي ولا يرمم فقط بل يأتيك باللقب. وهذا الأمر الذي صعب في كل السنوات على الزوراء وعلى فريق القوة الجوية في السنوات ال5 الأخيرة على أن ينتزع اللقب من الشرطة، خصوصا بأن الفريق لم يكن
له منافس في آخر سنوات في لقب البطولة الأعلى في البلاد، بطولة دوري المحترفين. كرة تلعب إلى الأمام، استلام من جانب عبد المجيد لكنها طالت مرور من مصطفى سعدون، نزعة هجومية ممتازة لكن ضغط من جانب روشفونين، قوة بدنية كبيرة للكاميروني إلى دومينيك مندي الجوهر التي قال الجميع بأن الشرطة كسبها من فريق النجف. نقلة على الطرف الآن، المحاولة واصلة إلى محمد داود، عائد إلى دومينيك مندي، يحاولون الآن العزف على وترهم الهجومي، الوتر الأحلى والأجمل لهذا الجيتار القديم، بينما عملية التقدم الآن، بينما وصول الآن قطع للكرة لكن الفرصة تذهب إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. رمية جانبية بعد هذا التدخل الدفاعي من ناجا في الكرة الأخيرة. سيدريك ناجا الكاميروني صاحب 27 سنة الواصل من بيتركوب المولدوفي، بينما كرة في الجهة اليسرى تعود مرة أخرى. مناف إلى أحمد يحيى، مساندة أتتك يا أحمد من دومينيك ميندي، بينما كرة الآن واصلة باتجاه مصطفى سعدون، الرأسية حاضرة. هذا التدخل الذي كان على مصطفى سعدون من جانب روشفونينغ صافرة الدولي السيد يوسف سعيد، قريبة تعطي مخالفة لروشفونينغ الذي أنا أراهن على أن هذا الرجل إن أتيحت له فرصة أمام مرمى أحمد باسل سيسجل في هذه المباراة. ولا أعلم الشعور الذي يراودني قبل المباراة بأن هذا الرجل سيضع بصمة، بأن هذا الأسد سيسأر في استاد القفص. وبالتالي هنا الكرة التي ستلعب من الخلف عالية إلى الأمام، واصلة في المناطق الأمامية لفريق الشرطة. رأسية علاء الدين بشار الدالي كانت حاضرة لكنها ذهبت باتجاه حارس المرمى أحمد باسل. سلامات لسامر محسن الذي يسقط في هذا الموقع والتموضع، وهذه الكرة فيها تقدم من جانب أحمد يحيى، محاولة لعب كرة بين المدافعين لكن الكرة طالت على شريف عبد الكاظم وشريف ضيع الكرة، بينما إبعاد يأتيك من اليماني رامي الوسماني الذي يحاول رمي الكرة على الجانب. هنا حكم المباراة يعود إلى الخلف قليلا ليطمئن على سامر محسن، ليطمئن على هذا النجم، على هذا اللاعب الجناح الذي سجل في الكرخ في المباراة الماضية، في مباراة 2-2 القبل الماضية، لأن الماضية هو أساسا خسرها فريق الموصل. لذلك الآن الأمور تشاهد فيها ضغط من جانب فريق الشرطة، وفيها إدراك تام لفريق الموصل بأن الشرطة سيضغط، وهذا أمر طبيعي. بينما كرة تلعب، الرأسية التي تصل إلى سامر محسن، يحاول أمام مناف يونس وضغط على مناف من جانب سامر محسن، يفضل العودة إلى الخلف وتمرير الكرة إلى عبد المجيد أبو بكر، في كرة يمررها إلى مصطفى سعدون، في كرة على الطرف الآن. سلامات يا محمد يا داود، الحكم يقول لا شيء، حتى الحكم الرابع كان قريب من التدخل. بينما كرة تلعب، باكر عطوان يلعب الكرة إلى علاء الدين الدالي، الضربة الأولى كلمة الضيف لمن ستكون والتدخل من مناف إلى خارج أرضية الملعب. تسلل في اللقطة الأخيرة ومحمد داود يعاني بعد التدخل الأخير، والمحاولة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى ضربة مرمى لكن سبق الخروج صافرة من حكم المباراة على وجود التسلل في اللقطة الماضية. نعم، لقطة التسلل كانت حاضرة، وهنا علاء الدين الدالي حاول المرور لكن تدخل في وقت من مناف. هنا فك الكرة، وحكم المباراة بهذا التدخل لم يعتبر وجود شيء. كابتن فريق الموصل حسام كاظم ولاعب الشرطة السابق اعتبر تدخل طبيعي. هنا الحديث مع الكادر الفني والإداري لفريق الشرطة وسيد مؤمن سليمان، يحاول إعادة حكم المباراة سيد يوسف سعيد إلى أن يدير الأمور في وسط الملعب والاستمرار. أيها الأحبة، هذا الرجل مؤمن سليمان يخوض المباراة رقم 109 مع الشرطة في الدوري حتى الآن. لعب 108 مباراة، فاز في 76 وتعادل في 21 مباراة وخسر 11 مباراة. بالتالي مؤمن سليمان في هذه المباراة يبحث عن الانتصار 77 في المباراة رقم 109. هنا كرة تصل إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة إلى رمية جانبية موصلية، وكرة تمرر في هذا التوقيت. تلعب الكرة سريعة ولكن التدخل ممتاز. الكرة التي تصل في هذه اللحظات، الكرة إلى الخلف مرة أخرى. محمد داود ياسين يحاول مرة أخرى الكرة في الخلف. مناف يونس، وهنا قرع الطبول نشاهد، وضرب على الطبول والحصول للشد في المدرجات على أن الفريق يجب أن يسرع من رتمه، على أن الفريق يجب أن يقدم
المباراة في ملعبه. هنا الكرة التي تلعب ومحاولة تصل الآن إلى الخطوط الخلفية، تدخل من جانب عثير صالح الذي يلعب كمحور مساند للمحور الآخر دومينيك مندي، اللاعب الذي يلعب في مكان الوسط المحور. هنا كرة تعود مرة أخرى باتجاه مناف يونس على الطرف إلى أحمد يحيى، يحاول فيها أحمد يحيى. إذن الكرة تصل مرة أخرى على الطرف بالنسبة لمصطفى سعدون، يحاول فيها الآن عملية التقدم. أقوى خطوط الهجوم في الدوري حتى الآن بعد سباعية الفريق في مرمى القاسم، يبحث عن الهدف الأول وربما بطاقة صفراء مبكرة لدومينيك مندي. نعم، أرى أن السيد يوسف سعيد يستعد لذلك. لا يترك قرار الورقة الصفراء أو خيار الورقة الصفراء ويذهب صوب المخالفة ويكتفي بالمخالفة. هنا التدخل والكرة التي كان فيها مندي، سلامات لباقر عطوان، تدخل متهور من دومينيك مندي في هذه اللقطة. ليحمد الله أنه سلم من البطاقة الصفراء التي كان من المفترض أن يعطيها إياها الحكم السيد يوسف سعيد، لكن الحكم يريد أن يسير المباراة على بالله كرم، وبالتالي تجنب الورقة الصفراء في تقدير على خطورة التدخل. أحمد باسل حارس مرمى الشرطة، واضح أمامكم المباراة التي يخوضها أحمد باسل هي 11، لأن فريق الشرطة لديه مباراة مؤجلة أمام الزوراء لحساب الجولة الأولى. الفريق بالمجمل في هذا الموسم يخوض 10 مباريات إلى الآن، وهذه 11 فاز في 7 تعادل في 0 وخسر في 3 مباريات. إعادة الكرة إلى الخلف الآن، خيار الوصول إلى النقطة 24 للاقتراب من أربيل متصدر الدوري الذي يملك 27 نقطة، والابتعاد عن ضغط القوة الجوية القرمة ديالا الطلبة وكذلك الكرخ القريب. هنا الكرة في الخلف، أحمد باسل يحاول من جانب مناف يونس، صراع محتدم من المركز الثالث إلى المركز الأول في دورينا، ولو أن الفارق ما بين الكرخ وأربيل 8 نقاط، لكن الكل قريب، الكل قادر على التقدم والمواصلة. ومركز الوصافة مهدد للشرطة من قبل فريق 2 3 4 5 فرق مهددة لوصافة الشرطة، وهذا تدخل وإخراج الكرة إلى خارج أرضية الملعب. اسمع هتافات جماهير الشرطة، جماهير العاشقة للخيثارة الخضراء، مدرسة الكرة العراقية، صانعة المجد والمتوجة بكل الألقاب الأخيرة في بطولة الدوري منذ عصر الاحتراف وقبل عصر الاحتراف. وهذه كرة تلعب الآن، المحاولة واصلة الآن، والكرة تصل في الخلف، تمريرة من عبد المجيد وضغط على أحمد باسل، بريسنج عالي يمارس فريق الموصل في هذه اللحظات، تدخل وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب في توقيت ممتاز. هنا تدخل من جانب بكر عطوان في الكرة الأخيرة بعد كربلاء والحدود، محطة جديدة مع الموصل بالنسبة لبكر عطوان، شقيق الأصغر لنجم المنتخبات الوطنية أمجد عطوان. تتزين المدرسة الخضراء ب8 ألقاب في الدوري توج بها فريق الشرطة مع لقب معلق في 13 14 ذلك الموسم الذي لم تحسم أموره. بينما الكرة تلعب في الخلف من جانب دومينيك مندي، واصل إلى عثير صالح الذي بدأ المشوار من هنا من الشرطة باتجاه فرقة أسود بابل باتجاه القاسم، من ثم الصناعة، محطة مع النفط، محطة مع نفط البصرة، والعودة إلى البيت الأخضر، إلى البيت الذي بدأ منه الانطلاقة الأولى. سلامات لشريف عبد الكاظم، كان تدخل على شريف، ولكن حكم المباراة هنا لم يعطي مخالفة. لاعبين اطمأنوا على شريف عبد الكاظم والمحاولات قائمة. سيد يوسف سعيد يتحدث. هنا سامر محسن، هنا الجماهير العاشقة للبيت الأخضر الحاضرة متابعة للمعشوق في هذه المباراة.
الامبراطورية الخضراء لكرتنا التي ترتدي البنفسجي في هذا اليوم. دكتور جاسم سلطان كما قلنا يخوض المباراة رقم 50، 23 انتصار و13 تعادل و13 خسارة ما بين الموسم الماضي في الدوري الممتاز وهذا الموسم في دوري المحترفين. ويلعب المباراة 12 في دوري المحترفين، فاز في 3 مباريات فقط وتعادل في 3 وخسر في 5، بالتالي في رصيده 12 نقطة الموسم، منها خسارة بخطأ إداري حقيقة أمام ديالا، نقطة ثمينة ذهبت من الموصل وأعطيت فيها 3 نقاط لديالا الذي ذهب متقدما مع الصف، وهو بذات الوقت أيضا بخطأ إداري خسر من الميناء. ضغط الآن يأتي والمحاولة تصل المواس، يبحثون عن المحمود عن فتى نهر العاصي، لكن كرة إلى رمية جانبية، مطالبة بالمخالفة والكرة التي تصل في هذه اللحظات. تلعب المحاولة في الوسط تصل إلى خارج أرضية الملعب، التدخل كان حاضر والمواس يلعب الكرة من الرمية الجانبية باحثا عن أتبا، يحاول فيها من بها أتبا، نقلة على الطرف الآن، لمسات وكرات وفرصة تصل، لا زالت الآن عملية المرور من جانبي على دين بشار الدالي، بسرعة دالي يمر من مناف عبد المجيد للتغطية، الحمد لله كما يقولون على تواجد عبد المجيد، وهذه الكرة بالكنترول. روش فونينغ واحدة من الكاميروني، ماذا يفكر ماذا يريد إلى سامر محسن في البعيد، لكن عندهم أحمد يحيى المبعد المنقذ، تدخل من شريف والتمريرة سريعة إلى أكرم رحيم، أكرم يحاول يعيد الكرة في الخلف في الوسط، الآن تنقل باتجاه باقر عطوان، يلعبون كرة على الطرف الآن، مصلاوي الآن فرصة لأبناء الحدباء، روشي يسدد والكرة تبتعد إلى رمية جانبية في الجانب المعاكس. معها الراية تأتي الآن. لاحظ هنا التسلل الذي كان واضح في التمريرة، مساعد الحكم 10 على 10 في حالتين حتى الآن. الوقت يمضي، تعادل السلبي يسيطر على أحداث المواجهة أيها الأحبة، الأمور سائرة باتجاه التعادل السلبي، لكن ضغط موجود من الطرفين، إمكانية الوصول إلى الهدف قائمة رغم القفلة الدفاعية التي يعملها سيد جاسم سلطان. كرة في الخلف، عودة مرة أخرى، نقلات على الطرف الآن، وصل المحاولة باتجاه الجهة المعاكسة لكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب. سيد يوسف سعيد أمامكم. ايدك المحاولة والتدخل الآن، حكم المباراة ماذا يقول؟ تدخل من حكم المباراة على المحاولة الأخيرة التي كانت من الرمية الجانبية. فرصة لا زالت، قطع الكرة تصل إلى أفضل محترف مرة في تاريخ كرتنا، تصل الكرة الآن في الاتجاه المعاكس إلى شريف بالمهارة، قد يسدد من هنا. الله! إن كنت تبحث عن منادات لجواب الهدف فالجواب يأتي من الجنوب، تسديدة من الناصرية من ذقار، أرسلها شريف إلى مرمى الحارس مهدي هاشم، إلى مرمى الموصل من القفص، تشاهد الشباك تهتز ومن عساه يجاري البطل في ملعبه في ميدانه في المكان المحبب إليه. أما لك أن تأتي بهكذا صاروخ وترده، هكذا هو الحال يا هاشم، هكذا هو الحال يا مهدي. لاحظ المواس، مرر تمريره إلى شريف، وقف عليها شريف، فتح لنفسه زاوية تسديد ومن هنا صاروخ، هذا لا تخطئ أقدام الشباك. أعادوا شريف القوة الجوية، أعادوا شريف الحدود، اليوم يسدد صاروخ أرض جو، وصل إلى مرمى مهدي هاشم في الأماكن التي تحرم فيها الصواريخ.
صاروخ من هذا الرجل أحد رجالات الداخلية بالنسبة للشرطة العراقية، بالنسبة لقيثارة الوطن، يسدد كرة رائعة جميلة في مرمى مهدي هاشم. بدأ الجمال، ظهر الهدف، وصل الهدف، وهذه كرة وتدخل. وهنا الحضور السادس والعشرين، الرقم 26 للاعب يسجل من الشرطة في مرمى الموصل، والهدف الذي حضر اليوم هو الرابع والأربعين. بينما كرة تلعب الآن ولا محترف سجل في لقاءات الفريقين. هل في محترف؟ هل نشاهد المحترف؟ الآن كرة تلعب، سامر محسن يحاول عملية التمرير والمرور والمخالفة والحذر، والورقة الصفراء قادمة من السيد يوسف سعيد، والكل سعيد. شاهد أمامك السعادة بأم عينيك عزيز المتابع، الجماهير التي تتفاعل. ورقة صفراء على سامر محسن، تدخل متهور واضح التدخل يا سامر. بالتالي هنا الحضور وهنا الورقة الصفراء التي تحضر الآن. مخرج المباراة يركز على اللقطة وعلى سامر محسن، وهنا الأصوات حاضرة متابعة لجماهير الشرطة. خذنا في لقطة على الجماهير يا مخرج المباراة، خذنا في لقطة على جماهير الشرطة. يركز على يوسف سعيد، على الحالة، على التدخل. لا تنسى جماهير الشرطة التي وإن كانت قليلة العدد، شاهد هم لا يشاهدون فقط بل يشاركون في كل تمريرة، في كل صرخة، في كل لحظة مجد. هنا القيثارة وهنا رجالها لا يقبلون بأقل من المجد ولا يرضون إلا بالذهب. وهذه السيدة العراقية الحاضرة التي فيها فاكهة أهلنا الذين رحلوا، جيلنا السابق، جيلنا القديم بهذا الحضور القدير. لاحظ المرور، وهنا بيمناه يرسل الكرة قاتلة إلى مرمى الحارس مهدي هاشم. ومن أين الرد؟ هنا صاروخ من شريف إلى المرمى من الجنوب إلى الشمال. وهنا شريف رغم الألم يذكرنا بإصابة اليوم في يوم ما، يذكرنا بالأسطورة ليونيل، ولو أن المقارنة بعيدة لكن الحدث نفس الحدث. ومؤمن سليمان يريد أن يضع ضحية جديدة في سجلاته في موسمه الخامس تواليا في دورينا. يذهب في استراحة ويأتي بطل، يبدأ من هنا ويبدأ بطل، وكل المسميات تليق. هذه جماهير الموصل، جماهير القادمة وحاملة معها تاريخ آشور القديم والحضارات القديمة وثورنا المجنح في كل ركن من أركان هذه البلاد. لدينا بصمة تاريخ وحضارة ومجد لا يقارن ولا يقاس. وإن سألت عن الحياة فمن هنا بدأت الحياة، وليس فقط الماء هو سر الحياة، بل العراق العظيم هو سر الحياة، والحياة لا شيء من دون العراق. واليوم نحن في دوري نجوم العراق، ولا جمال يضاهي جمال العراق في كل أشكاله وألوانه، ولا مخلوق خلق على هذا الكوكب من دون تعالي مثل الذي خلق في العراق. لذلك الجمال وحده لهذه البلاد خاص، خصوصا لعاصمة العالم وعاصمة الدنيا بغداد. كرة تلعب على الطرف ومحاولة تصل، الطبول تقرع، تشاهد الجماهير تتفاعل. عتبة هل يضع بصمة في المباراة؟ الكاميروني كرتك في الأوت يا عتبة، لا تتحايل علينا وتعمل نفسك ان الكرة لا زالت في أرضية الملعب. لا يا عتبة، الكرة غادرت في الأوت، وبالتالي هنا لاحظ عتبة والكرة بكامل محيطها برمتها غادرت أرضية الملعب. ونحن نستمتع إلى هتافات الجماهير. نشكر من هندس لنا الصوت، مهندس الصوت مصطفى الدراجي في قنوات شبكة الإعلام العراقي، الذي يعطينا أجمل طرب لجماهير الشرطة، يجعلنا نتعايش مع المباراة، وهذا ما يحتاجه معلق المباراة. لذلك شكر لهذا المجهود الكبير، وأيضا لهذه الصورة الكبيرة، الشكر التي تقدمها لنا عشتار عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي التي لا تدخر أدنى جهد لأن تجعل المشاهد في قلب الحدث وفي بادرة كبيرة جدا من بوادر الإبداع لهذه المحطة العالمية التي تعتبر أول محطة في الشرق الأوسط، قنوات شبكة الإعلام العراقي. عودة إلى الخلف مرة أخرى، مناف يحاول
تصل بالاتجاه المعاكس، رأسية من محمد داود، تدخل حاضر مصطفى سعدون، يعيد الكرة إلى داود، عملية التكنيك بمستوى عالي بالنسبة للاعبي فريق الشرطة، عودة إلى الخلف لنودي. تقدمنا في المباراة ماشية الأمور، وصلنا ماشية، تقدمنا ماشي الأمور، لكن لنسترح قليلا، ليسترح معنا معلق المباراة. وما بعد الاستراحة، ماذا بعد الاستراحة؟ مع الاستراحة صواريخ ترسل، مع الاستراحة أهداف بصبغة الإبداع تراها في أرضية الملعب. لذلك أنا وأنتم أيها الأحبة نرى الإبداع، لكن متى يكتمل عندنا الإبداع؟ عندما يعود الموصل إلى المباراة، عندما نشاهد منافسة ما بين فريقين. آتبا هاتريك في الكرخ، ثنائية في القاسم، 5 أهداف. كرة تلعب الآن، فرصة عودة الموصل يا دالي، لكن يا عبد المجيد، ما شاء الله على عبد المجيد، ما شاء الله على عبد المجيد. وعبد المجيد يقدم مستوى مميز مع الشرطة، هو نفسه عبد المجيد، أسد النيجر، أسود المينا، من هذا البلد أتانا عبد المجيد، وأي إتيان أتيت به يا عبد المجيد. طبعا يوسف أمرو من النيجر أيضا قدم مستويات رائعة جدا مع القرمة على المستوى الهجومي. يبدأ عبد المجيد دفاعيا، كان بكر جبريل جناح ممتاز مع فريق نادي الكرخ ومع زاخو. هذا التدخل والافتكاك عالمي عالمي. عبد المجيد يدرس يا عبد المجيد بذكاء الدخول والتوقيت والقوة البدنية لعبد المجيد. الكرات الطويلة هل هي الحل أمام دفاعات الشرطة الآن؟ علاء الدين الدالي، رأسية أولى من مناف، رأسية ثانية من أحمد يحيى، وتغطية من عبد المجيد. الكل يتعاون من أجل إخراج الكرة، والكل يعلم بأن الفريق يعاني. نعم، لذلك الكل يحاول أن يعيد الفريق إلى مستواه. الشرطة من الممكن أن يكون بطلا هذا الموسم، ممكن ولا مرة واثنين، 1000 مرة ممكن. في نفس التوقيت من هذه المباراة ديالا يضيف الزوراء هنالك في مدينة البرتقال. النوارس ضيفة على البرتقالي في ديالا، وتعادل سلبي حتى اللحظة. طبعا اليوم 5 مباريات، 5:30 في توقيت بغداد، وأمانة بغداد يضيف القوة الجوية في ملعب الكابتن شرار حيدر في الكرخ، رحمة الله على شرار حيدر. هنا الكرة التي تلعب الآن معها القرمة والقاسم في الرمادي، أربيل ودهوك، ديربي كردستاني شمالي خالص، بطابع المنافسة، بطابع مجد قديم، بطابع ألقاب حاضرة للطرفين يتواجهان في فرانسو حريري هنالك في مدينة إربيل. مباريات قوية، شرطة عليه إنهاء هذه المهمة بأقل الأضرار قبل المهمة الأكبر. الديربي البغدادي أمام القوة الجوية في الجولة 13 أمام الجار في ديربي الجارين. تأخذ نظرة لأعلى الملعب، اعتقد على الجهة اليسرى من الكاميرا يتواجد ملعب ومقر نادي القوة الجوية. هناك كرة في الخلف واصلة إلى أحمد باسل. أحمد يلعب الكرة في الأمام، استلام بالصدر ممتاز من جانبه دومينيك مندي، عملية المرور، هذا دومينيك يبحث عن اتباع. الكرة على الطرف الآن تصل باتجاه محمد داود، التدخل وحكم المباراة يقول لا شيء في لا شيء، وخروج للكرة. مساعد قريب، الرابع قريب، ويوسف سعيد ليس ببعيد، وإعثار، لكن حكم دولي قريب ويشاهد الحالة. نصف ساعة مرت، 1-0 من شريف عبد الكاظم. إلى الآن هي نتيجة المباراة، هي التوقيت الذي تلعب عليه المباراة. بينما كرة في الخلف، تدخل ومخالفة، ضربة حرة مباشرة. نقلات وكرات، تدخل في وقت
ضربة حرة مباشرة من جانب فريق الشرطة، يقف عليها محمود المواس، يلعبها عالية مباشرة في منطقة الجزاء لثانية شريف، يهيئها شريف، ولكن التدخل الدفاعي في وقته وإبعاد الكرة من اليماني رامي الوسماني الذي تدخل وأبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ظهير الأيسر كان حاضر في تغطية على كرة الشريف عبد الكامل في الكرة الأخيرة. إذن ركنية في هذه اللحظات على يمين مهدي هاشم، مشروع هدف جديد قد يكون. وهذه الكرة العالية مرسلة من المواس، مرت على الجميع، كشفت المرمى، وعرضية جديدة تصل في الجهة المعاكسة. المواس في موقف سليم، المساعد يتأكد والحكم ينتظر. وهذه الكرة إلى أتيبا، مرة أتيبا يسدد، وأتيبا يعيد الكرة إلى الخلف. أتيبا ليونيل في كرة تلعب على الطرف، أحمد يحيى وداود ينتظر، ولكن في الاتجاه البعيد تبعد الكرة من دفاعات فريق الموصل رأسية، والمتابعة من المواس. حاضر المواس، موجود المواس الآن، تمريرة على الطرف وفرصة الآن لمواصلة الطرف. الكرة تلعب وتعود إلى الخلف لصالح فريق الشرطة. التمريرة حاضرة، مصطفى سعدون ينتظر زميل، يحاول مصطفى، ومحمد داود ينتظر لو فقد الكرة في مرتدة خطيرة. هنا الكرة تلعب من جانب مصطفى، أرضية مرسلة، وسيدريك نجا يتدخل، أو ميدراندا هو الذي كان جوستن حاضرا الكولومبي في اللقطة الماضية. ميدراندا يبعد كرة، وميندي ينتظر، والكل يحاول تدخل، وحكم المباراة لا يقول شيء. سلامات لأتيبا بعد التدخل الأخير. سلامات للكاميروني. هنا التدخل على أتيبا من جانب روشفونينغ، واللاعب جوسين ميدراندا. تدخل ثنائي كان حاضر، والمواس يقول الحكم له رمية جانبية، بالتالي المواس بكل روح رياضية يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظة. هنا محمود المواس الحاضر أمامكم، صانع الهدف، وهذا صاحب الهدف، هذا شريف عبد الكامل. أمامك مهدي هاشم يعاني من إصابة، هل يضطر المدرب السيد جاسم سلطان، اسم صعب، جاسم سلطان، هل يضطر للاستعانة بعمران زكي في الوقت القادم؟ لاحظ هذه الكرة العرضية التي وصلت ومرت على الجميع، لو وصلت إلى عبد المجيد لوضعها عبد المجيد. لاحظون الاطمئنان على شريف، وهذه جماهير الشرطة الحاضرة في مدرجات ملعب القفص، جماهير التي تتابع المباراة من الملعب المفضل. سلامات مهدي هاشم يعود لإكمال المباراة، حارس المرمى مهدي هاشم. تلعب الكرة بالاتجاه المعاكس للشرطة، تعود المباراة مشاهدينا الكرام. محاولة مرة أخرى، لعب الكرة من جانب فريق الموصل. هنا العودة إلى الخلف باتجاه حارس المرمى أحمد باسل، على الجهة المعاكسة أحمد يحيى، قطع الكرة لكن مخالفة لصالح فريق نادي الشرطة ولأحمد يحيى بالتحديد، هكذا يقول السيد يوسف سعيد.
تدخل الحاضر والمخالفة التي أشار إليها حكم المباراة. عودة في الخلف، التوعد قبل الديربي، التوعد قبل لقاء الأشقاء، قبل لقاء الجيران. شاهد تتوعد جماهير الشرطة الجوية. مباراة نتمنى أن تكون بكامل العدة والعدد من الناحية الجماهيرية وكذلك من الناحية الفنية للفريقين. عودة في الخلف الآن، إبعاد الكرة من جانب رامي الوسماني والكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب. تدخل جديد من هذا المدافع في توقيت رائع جدا لمشروع هجومي بحت على مرمى الحارس بادي هاشم من جديد. قفل الدفاع الذي عمله سيد شاسب سلطان، فكه شريف من مسافة بعيدة. هذه كرة الكرة تلعب إلى الأمام، عملية التقدم، فرصة في انتظار تمريرة، يحاولون البحث عن روشفورينج، الكل يبحث عن روشفورينج إلا الذي مرر الكرة الأخيرة. باقر عطوان قد يرد على شريف ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة وصلت إلى ضربة مرمى عند الحارس أحمد باس. راد الرد باقر عطوان. كرة في الأمام، البحث عن أتبا ما بين الثلاثة، يعود بالكرة المدافع إلى مهدي هاشم. هذا محمد داود واللقطة التي كان فيها مع حسام كاظم بشكل جانبي. إعادة الكرة مرة أخرى، تمريرة في الجانب المعاكس، الكرة طويلة وتسديدة من جانب حسام كاظم، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب كانت من المدافع الأيسر لفريق الموصل حسام كاظم. عودة في وسط الملعب والكرة تصل لصالح الموصل. إعادة الكرة في الخلف، ميدراندا يبحث عن زميل، ميدراندا في الأمام، يفضل نقا سيدريك. أعاد الكرة في الخلف. الآن الأمور تسير، قطع للكرة من جانب فريق الشرطة. سامر محسن يقطع كرة ممتازة، يبحثون عن المساحات في أخطاء دفاعية. سامر التمرير الآن لصالح فريق نادي الموصل، كرة إلى الأمام، الفرصة لأبناء الحدبة، عملية التدخل علاء الدين الدالي وعبد المجيد يحاول، والكل المواصلة شريف، وشريف قطعت الكرة من أمامه، تدخل حاضر والمواس في هذا التحول، خطورة للشرطة يحاول فيها أتبا، والتدخل حاضر من جانب حسام كاظم. مرت الكرة ولم تصل إلى أتبا في المحاولة والتدخل الأخير. تعود الكرة مرة ثانية في الوسط عند باقر عطوان. عطوان يحاول وباقر ينتظر، والكرة فيها بحث، فيها وصول. في الوسط من جانب فريق الموصل هجوم منظم يحاول البحث عنه فريق الموصل إلى الآن للوصول وضرب الدفاعات البنفسجية للقيثارة الخضراء. إعادة الكرة في الخلف، أكرم رحيم يبحث عن زميل، يمرر باتجاه من؟ ميدراندا. سيدريك في هذه اللقطة وهذه الكرة، يحاول سيدريك تقدم في الأمام. إعادة الكرة في الخلف،
مرة ثانية ميدراندا ينقل كرة عالية، البحث دوما وأبدا عن المهاجمين، اندالي وروش. فونينج على كرة، أو هذا الذي يقف على هذه الكرة لاعب الوسط سيرجي ريان بيدي. عاد الكرة إلى الجانب، سلامات لحسام كاظم، لم يشر إلى مخالفة حكم المباراة. ضرب من مصطفى سعدون بالكوع أثناء الارتقاء. سلامات لحسام كاظم. يبقى أهداف المواجهات بين الفريقين والحبة الغزال الأسمر يونس عبد علي ب6 أهداف، الهداف التاريخي للشرطة وأسطورة من أساطير هذا البيت حسام ومصطفى، ولقطة ثنائية للاعبين. يا لها من قيثارة خضراء، يا لها من جماهير حاضرة. يوسف سعيد والكرة في الخلف الآن تلعب من جانب الحارس مهدي هاشم. عملية بناء اللعب من جديد وإعادة الكرة في الجهة اليسرى، في الجهة اليمنى لفريق الموصل، الجهة اليسرى للشرطة. عملية لعب الكرة في الأمام، ولكن الكرة تطول وتذهب إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظة. هنا يحاول فيها لاعبي فريق الشرطة من جديد، تخرج إلى خارج أرضية الملعب. أيها الأحبة أيها المتابعون، نلعب في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. رمية جانبية، كم سيضيف حكم المباراة؟ ما هو الوقت المضاف؟ ننتظر. 1-0 حتى الآن. صاروخية من شريف عبد الكاظم، وكرة تلعب، لمسات وهمسات وغمزات وانتظار. روش فونينج يلعب كرة في الأمام، في الانتظار مناف يبعد، وهنا أكرم رحيم يحاول. أكرم أنا رحت مع أكرم رحيم والأيام الخوالي لأكرم. هذا شريف، وكان ينتظر أحمد يحيى، والذي لعب الكرة وضيع الكرة هو شريف. رحنا مع الأيام الخوالي لأكرم رحيم، أيام البطولة الآسيوية مع السيد عبد الغني شاد في موسم جائحة كورونا الكوفيد 19. عافانا الله وعافاك وأبعد عنا البلاء والوباء. وهذه كرة تلعب إلى الأمام وإلى خارج أرضية الملعب، الرمية الجانبية. حفظ الله بلادنا الحبيبة من كل مكروه. وهنا الرمية الجانبية، رامي الوسماني. إعادة الكرة في الخلف، ميدراندا كولومبيا في الأمام، انتظار لروش فونينج، وصلت إلى فونينج، يلعب الكرة سهلة اتجاه أحمد باسم. 3 دقائق يضيفها يوسف سعيد. سنقضي الدقيقة الأولى. جماهير بطربها المعهود، بعشقها الأبدي، بألحانها المعروفة. هنا مخالفة. لاحظوا التدخل ولاحظوا الوصول. إذن كرة ومحاولة تلعب في الخطوط الخلفية. واصل الآن لفريق نادي الموصل، بالعكس
باتجاه علاء الدالي، لكن تدخل من عبد المجيد قبل عبور الثلاثي الدفاعي عليه من تفكير بالعبور من عبد المجيد لاعبي الموصل حقيقة، وتدخل متهور. ماذا يقول حكم المباراة؟ هنا يوسف سعيد واحمد يحيى يتأكد هل يخرج ورقة صفراء يوسف سعيد. هنا ماذا فعل مع سامر محسن احمد يحيى في اللقطة؟ هذا التدخل هل يستوجب ورقة صفراء؟ حكم واقف عند حد المخالفة، واعتقد مخالفة طبيعية. احمد يحيى الان، سلامات لسامر محسن بعد التدخل الاخير، ضربة حرة مباشرة من هذا المكان، ربما من الممكن ان نشاهد من خلالها الهدف الاول لفريق نادي الموصل، هدف التعادل. مباراة امام فريق صعب، وان تأخر في الترتيب في المراكز الخمسة الأخيرة، لكن يبقى فريق صعب فريق الموصل، وسائرين في درب 1-0 حتى الآن. هذه كرة عالية في منطقة الجزاء، والرأسية تمر إلى خارج أرضية الملعب، رأسية إلى خارج أرضية الملعب. أيها الأحبة أيها المتابعون، حكم المباراة الدولي السيد يوسف سعيد ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم الشرطة على فريق الموصل بهدف مقابل لا شيء، سجله الواضح أمامكم شريف عبد الكاظم. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله أيها الأحبة قبيل لحظات من بداية وانطلاق شوط المباراة الثاني. وتصل بالتقدم عند اللاعب مناف يونس، مناف لكن هنا التقدم للقاسم، الله هنا العبور وهنا المرور، ومحمد علي يفتتح التسجيل. البداية للجريح أسد بابل يزأر هنا بالنجف بملعب النجف الدولي، والبداية لأبناء بابل رغم الظروف رغم الصعاب رغم المحن رغم كل شيء. نعم 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 نعم، يأتي أول أهداف المباراة بخطأ يكلف الكثير، غلطة الشاطر بلف، ويأتي هدف اللاعب الشاب. نعم محمد علي يسجل أول أهداف المباراة. شاهدوا هذا الأسيست الجميل بعد المرور، وهنا نعم يخطف الكرة بخطأ من المدافع مناف يونس، أعطى كرة على طبق من ذهب للاعب محمد علي يفتتح التسجيل، يقود فريقه بأول أهداف المباراة. الهدف الأول للجريح لنادي القاسم، يفعلونها كما تعودنا على هذا الفريق دائما ما يكون حاضر أمام الأندية الجماهير بأقصى ظروفه. التقدم يا أحمد، يحاول الوصول للمواس، عدى يا ناس هذا العقيد، مر المواس، الله 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 الله، هذا محمود المواس، هذا هو العقيد يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، هذا هو محمود المواس. ماذا هناك؟ نعم بعد التدخل، هل هناك نعم تسلل أم لا؟ شاهد مرور المواس بهذه الإعادة، وهناك كانت راية من المساعد لتحرم المواس من هدف التعادل. أن أشار الحكم المساعد بأن هناك راية وتسلل. حكم المباراة نعم 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 نعم، يأتي هدف المباراة، ونعم الهدف الشرعي لمحمود المواس. من محمود تأتي العرضية، كرة بالراس، هذا الثاني هذا الثاني، الله
يا أحمد فرحان، هذا هو الفنان الذي غاب عن الملاعب لفترة وعاد برقصته الشهيرة بأن يسجل الهدف الثاني في المباراة. تعزف القيثارة أوتارها بسيمفونية التقدم بلحن القيثارة الجميل، بلحن القيثارة الذي غاب نعم لعدة جولات متتالية عن الأهداف الرائعة. واليوم أحمد فرحان يعود 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 من بوابة نادي القاسم هنا بملعب النجف. هذا اللاعب الذي احتدنا عليه في المواسم الماضية يكون من المميزين الذين يسجلون الأهداف الجميلة. دخل مع الكرة في المرمى وسجل ثاني أهداف اللقاء. شاهد أحمد فرحان هو الفنان، هو الفنان، يضيف الهدف الثاني في المباراة لنادي الشرطة لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف لأندية دورينا. لا نريد أن نراها أن تكون بهذا الحال. وصلت كرة تقدم هنا الثالث. الله يا عتيبة، يسجل ثالث أهداف المباراة نعم أمام الجريح نادي القاسم. وعتيبة الكاميروني يعلن عن ثالث أهداف المباراة حزنا على ذرف الدموع يذرفونها لاعبين نادي القاسم، الفريق الذي ينهار تماما بعد أن جاء الهدف الثالث والذي كان ينافس منذ الدقائق الأولى من أجل الوصول، من أجل أن يكون صامدا ومن أجل أن يعود في المباراة. لكن هذا الأسمراني قد عمقت جراحات، قد عمقت جراحات بأسد بابل. هو جريح ولكن رمح هذا الأسمراني الكاميروني نعم قد أصاب قلوب المحبين، قد أصاب قلوب جماهير نادي القاسم بهدف ثالث. قاسي يا عتيبة قاسي، ويسجل الهدف الثالث بالمباراة من الأسمراني. نعم وضعها في الشباك ليعلن عن ثالث أهداف المباراة. متقدمة وتسعى من أجل الوصول وتسجيل الهدف الرابع. المرور عند اللاعب أحمد فرحان، هذه المرة للسنغال. فعلها مرة أخرى، فعلها مرة أخرى. نعم يفعلها ليونيل عتيبة ويعلن عن رابع أهداف المباراة. هذا لا يرحم، هذا لا يتعاطف، هذا لا يتعاطف ليونيل عتيبة ويسجل الهدف الرابع في المباراة. نعم أي قلب تحمل يا ليونيل عتيبة، فعلتها وسجلتها في المرمى لتعلن فيها عن رابع أهداف اللقاء. هنا الهدف الرابع لنادي الشرطة عن البديل. هو لا يتهاون ولا يتعاطف، كأنه يرد ويقول لا، لن نتهاون في كرة القدم، لن نتهاون في كرة القدم. جئنا من أجل الانتصار، جئنا من أجل تعزيز التقدم بالأهداف والنقاط، ونفعلها الآن ونسجل رابع أهداف المباراة. هذه بتقدم اللاعب محمد داود، انقطعت يا محمد، وهنا تصويبة السنغالي. أوه عند اللاعب دومينيك ماندي يعلن عن الهدف الخامس في المباراة من السنغالي. يأتي من الخلف يصوب بقوة ويسجل خامس أهداف المباراة، خامس أهداف المباراة عند السنغالي، يسجل الهدف الخامس بعد تلك المحاولة التي مضت. شاهد هذه الإعادة للهدف الجميل من اللاعب دومينيك ماندي. لكن هنا التقدم من عبد المجيد أبو بكر لأحمد فرحان، وهذا السادس الآن، الهدف السادس الآن لنادي الشرطة. نعم 6 أهداف بسداسية الشرطة يضربون، وأحمد فرحان لا يحتفل، بالفعل لا يحتفل أمام فريق منهار تماما، أمام فريق منكسر، أمام فريق نعم لا زالت الحسرة واضحة والدموع نعم أغرقت العيون بهذه المباراة، بهذا اللقاء. بالفعل 6 أهداف هي قاسية. يا نادي القاسم، بحسرة وبخيبة أمل كبيرة أن تكون 6 أهداف
أمام فريق الشرطة، فريق صعب، وأنت تدخل هذه المباراة نعم مثقل بجراحاتك، مثقل بالهموم، مثقل بكل شيء. فريق حتى امتنع من الوحدات التدريبية بأن يقدموا ما لديهم، وهو الفريق المنهار. ويأتي الهدف السابع، الهدف السابع في المباراة، الهدف السابع يا سادة يا مشاهدين، الهدف القاتل والقاضي لآمال وعودة الفريق. هذا الهدف الذي جعل نادي القاسم ينهار، والنتيجة الأكبر في دورينا، هذه النتيجة الأكبر في دورينا. وألف حسرة واضحة من الدكتور حسن. هذه 7 أهداف، وشريف يعتذر لعدم احتفاله بعد تسجيل الهدف السابع في المباراة. خابت الآمال وخابت الظنون لمن كانوا يشاهدون وينتظرون بأن يعود نادي القاسم بعد هذا الهدف القاسي، الهدف السابع في المباراة. 7 أهداف، نتيجة ثقيلة، نتيجة بالفعل قاسية جدا. المولدوف من دولة مولدوف على اليمين، محاولة عرضية، الله الله الله، وكل ما زاد التحدي وزادت المنافسة. يظهر شيرزود ليقود الإمبراطور إلى منصة التتويج. شيرزود تيميروف، وبتمريره وبانطلاقه، ومن هناك يمر من أمام الدفاعات، يخدع دفاعات الموصل، تخترق الدفاعات الحمراء على الجهة اليمين، وبعرضية وبمساندة رائعة بدأت من علي الشاخوان ومررت نعم عن طريق علي لمصطفى قابيل، والتمرير والإنهاء والهدف الأول للإمبراطور بكرة سليمة لا وجود لحالة تسلل. المتابعة الرائعة ليودعها في شباك مهدي هاشم، معلنة عن أول أهداف المباراة، عن أول أهداف المواجهة عن طريق تيميروف. نعم بركلة جزاء يتحصل عليها نادي أربيل، للثاني لشيرزود. نعم الثاني لمصلحة أربيل، وهو الهدف رقم 11 لشيرزود. من خلالها يضرب عصفورين بحجر، يرتقي ويصدق على الانتصار، ويرتقي بجدول الترتيب، ويرتقي هو شخصيا بجدول الهدافين بترتيب هدافي الدوري. إنه القناص الأوزبكي شيرزود تيميروف يواصل هذا التألق، يواصل هذا الإبداع، يدون الهدف الشخصي الثاني في هذا اللقاء، والهدف الشخصي 11 في منافسات بطولة الدوري. يبتعد أكثر، يرتقي أكثر بجدول ترتيب الهدافين وبجدول ترتيب الدوري. أربيل يقبض على الصدارة، أربيل لا زال في قمة الترتيب. يضح على اليسار، يضح بدقة متناهية، يضح من هناك بعيدة على حارس المرمى. والتمرير هذا ابراهيم توميو، الوصول الاول مطالبة لكن لا زالت خطيرة. جول اول للنوارس، الزعيم يسجل اول اهداف اللقاء. الله 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 الله، كاظم رعد بعدما فعلها بأول اللقاءات وسجل هنالك أمام الطلبة، اليوم يسجل أول أهداف الزوراء بالدقيقة الخامسة، يبصم على أول أهداف النوارس، أول أهداف النوارس. نوارس والملاعب تشهدنا، نطير الفوق ما ننزل ترحنا. هكذا هو الزعيم، هكذا هو الزوراء. بدأها بداية قوية، شوف كيف بدأت، انطلق كرر نبيل إلى إبراهيم توميو اللي صوب، غيرت مسارها، هنا وجد المساحة، هوب هدف أول للزوراء. بداية مباغتة، بداية مفاجئة على فريق نفط ميسان، وكاظم رعد ما كذب خبر وسجل أول أهداف المباراة. الدقيقة الخامسة كانت كفيلة لأن نشاهد الهدف الأول بهذا اللقاء، وبذلك كاظم رعد هو من سجل هذا الهدف. احتفل على طريقته الخاصة بصورة جميلة، نعم في غاية الهدوء، يدون اللاعب على سعد
هدف التعادل بشباك الزوراء، هدف مقابل هدف بعدما سجل كاظم رعد للزوراء. الآن سجل اللاعب علاء سعد هدف التعادل. هدف التعادل، فرحة الدكة باللاعبين نفط ميسان، وبذلك الآن هدف مقابل هدف. دورة من هذه المسافة، حسين فلاح يمرر الآن، تعود لحسين فلاح، عالية الكرة، ثاني جول ثاني للزوراء. الله 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 الله، ومن غير النيجيري هنا، النيجيري إبراهيم توميو يسجل ثاني أهداف الزعيم. تكلم التاريخ، حضر الزعيم، سنعود فنحن التاريخ الجميل. إبراهيم توميو نعم يعرف طريق المرمى، ورأسية جميلة باغت من خلالها حسن نجم، عرضية من حسين فلاح، الرأسية والهدف الثاني للنوارس، هدف ثاني للزعيم برأسية إبراهيم توميو اللي سجل أمام القاسم. نعم هنا يسجل مرة أخرى بهذه الجولات، وبذلك يعلن التقدم لفريق بشباك الموصل. يشارك الآن، الله 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 الله، وصلت الفرصة لذو الفقار عبد، شارك أسد. أيها الأحبة أيها المتابعون، مرحبا بكم مرة أخرى من استاد القفص من ملعب نادي الشرطة، ومباراة الشرطة والموصل لحساب الجولة 12. شوط المباراة الثاني سينطلق الآن مع صافرة حكم المباراة السيد يوسف سعيد. تركنا الشوط الأول ينتهي بال1-0 بهدف سجله شريف عبد الكاظم في تمام الدقيقة 21، وهو يرتدي الرقم 21، وبالتالي بالصاروخ الجميل الذي أرسل في هذا الملعب. تركنا الشوط الأول ينتهي، هنا المواس، هنا ممرر الهدف الأول في انتظار كرة تلعب باتجاه داود، إلى من؟ إلى مصطفى سعدون الذي يقف على الكرة في انتظار أن تنقل في منطقة الجزاء. تدخل العثماني، أثير صالح، صواريخ جميلة، الله الله الله، تسديدة رائعة وجميلة وخطورة كبيرة للكرة كانت بعد تسديدة أثير صالح ذات المدى البعيد التي كانت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس ناجي هاشم. ناويين على صواريخ اليوم نادي الشرطة. من الجميل جدا أن يكون عندك حل في اللقطة الماضية في كل الأماكن الضيقة. تلعب كرة في الوسط، نقلة ورأسية، نفس الأسماء نفس الخيارات بقي عليها مدربي الفريقين. هنا الكرة والمحاولة وإلى خارج أرضية الملعب. أحمد يحيى على التنفيذ، إذن مهدي هاشم مع سيدريك نقا، ميدراندا وحسام ورامي الوسماني
أكرم رحيم، باقر أطوان، سامر محسن، علاء الدين الثاني، والروش فونينج. هذه الخيارات التي يعتمد عليها سيد شاسم سلطان في هذه المباراة حتى الآن مستمرا حتى شوط المباراة الثاني. من الجهة المقابلة أحمد باسل، عبد المجيد، مصطفى سعدون، وأحمد يحيى، ودومينيك مندي، أتيل صالح، محمود المواس، وشريف عتبة وداود. هنا التدخل على عتبة، صافرة مباشرة من يوسف سعيد، وفي مخالفة على رامي الوسطى. تدخل حاضر، هنا الوصول في هذه اللقطة والدخول. مباراة الثانية في ديالا ما بين الزوراء وديالا، إلى الآن 0-0، إلى الآن نتيجة على تعادل سلبي. نقلة في الخلف، عبد المجيد يحاول، عبد المجيد يمرر في العمق اتجاه ليونيل عتبة، حاولوا تعويض مهند علي بعتبة، لكن مهند وعلاء والأسماء التي تجيد الأهداف لم تعوض في الشرطة حتى الآن. عاد الكرة من مناف يونس إلى خارج أرضية الملعب. كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب، ركنية الآن لصالح فريق الموصل. عين على روش وعين على المنفذ. هنا باقر أطوان يلعب الكرة العالية، بعيدة لأحد إلى خارج أرضية الملعب. حاول عمل كرة ثنائية مع سامر محسن لكن لم تصل إلى اللاعبين الموجودين في منطقة الجزاء. لقاء جميل بالمناسبة جمع الفريقين في بطولة الكأس الموسم الماضي في ملعب الشعب الدولي، وفاز الشرطة بصعوبة بال1-0. ركلة جزاء سجلها سجاد جاسم أنذاك. محاولة وكرة في الوسط، أحمد يحيى يقف على كرته، لف ودار، يلعب كرة طويلة، محاولة باتجاه شريف، كنترول عالمي من شريف. المواس ينتظر كرة ثانية عالمية لكنه شريف. ماذا ضيعت يا ليونيل عتبة؟ ضيع كرة وصلت في البوكس في 5 أمتار و50 6 ياردة. لاحظ كرة جميلة من شريف، ضربت كل الخطوط الدفاعية، طالت على ليونيل عتبة. وأي كرة أضعت يا عتبة في اللقطة الماضية. حقيقة ضاعت الكرة على عتبة. هنا كرة تنقل إلى الأمام، الرأسية حاضرة، تدخل في وسط الملعب. أكرم رحيم من الطرف، روش فونينج يحاول في الخلف، روش يعود ويبحث عن زميل لميعاد جديد لعودة إلى المباراة. رأسية الدالي، سلام مصدر، وهنا التسلل الحاضر في اللقطة الماضية. المسيد التي وضعها لاعبي الشرطة لهجوم الموصل نجحوا فيها. هذا باقر عطوان يبحث عن نفسه في المباراة. هنا دالي كان متسللا، كان محقا مساعد الحكم، مساعد دولي أكرم علي من ديقار، ووضع بصمته، وضع كرة. وفي هذه اللحظة هنا داود، كرة في الأمام إلى خارج أرضية الملعب. صافرة بطاقة صفراء بعد التدخل الأخير. يقيد سيرجي الريان بدي الإيفواري صاحب 25 سنة بورقة صفراء في هذه اللحظات. ثاني لاعب ينذر من جانب الموصل. هنا التدخل الحاضر، وهنا الوصول. آخر لاعب سجل في مرمى الشرطة من الموصل هو حاتم زيدان الذي مثل الفريقين. الشرطة على هذا على ملعبه بالمجمل على المباريات التي اختار فيها أرض هذا الدوري اللعب هذه المباراة اللي يكون فيها فريق مضيف 5 مباريات 5 انتصارات لفريق الشرطة.
فريق الشرطة سجل في 8 مباريات اليوم، سجل في مباراتين، هذه رأسية وإبعاد والتدخل حاضر. إبعاد يأتي في هذه اللحظة، حاضر الإبعاد. هنا الرأسية، عادت الكرة، محاولة ولمسة محمود المواس في رأسية إلى مناف يونس، بالرأس إلى أحمد يحيى، يحاول في أحمد يلعب الكرة إلى اتباع، واحد يا ليل، لا أنت محطة لعب ولا أنت لاعب قناص تضع الكرة في الشباك. طبعا هو لقاء جمع الفريقين في عام 83 لحساب موسم. خطأ كبير، لكن يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إبداع شرطاوي من المواس مرة، وكرة استغلها داوود بأخذه للكرة لكن لم يستغلها في وضعها في الشباك، ضيع فرصة الثاني، ومحمد داوود ضيع الكرة الآن. المحاولة من الركنية، الفرصة الآن مؤاتية لمن؟ مؤاتية الذي يقف عليها محمود المواس، يقف على الكرة فتى نهر العاصي الحموي على الكرة. إذا كرة في الملعب من خلال ركنية ستلعب، وعين العاصي في القصر، فتى حماة يقف على الكرة، تلعب عالية في منطقة الجزاء، رأسية. الله الله الله، الثاني أتى، وممن ترعرع في هذا البيت، ممن بدأ الحكاية من هذا القميص، أثير صالح يشعل المدرجات، وطرب فرح وجمال، وكل هذا يأتيك مباشرة من استاد القفص. أنت تأتي إلى القفص ولا ترجو الانتصار أبدا، أنت هنا لأن تكون خاضعا لقوانين البيت الأخضر، وعصف جديد، ألحان قديمة تعاد، وهنا الذي بدأ من هنا يضعها في المرمى في الجول من فتى نهر العاصي إلى ابن مدينة السلام، إلى عثير صالح الذي أتاك بالثاني، رأسية من دون مراقبة. لاحظ هنا ارتقاء من بين هذا الكم ليضع الكرة في الشباك، وسط تفرج وعدم إدراك من المحترفين، لا سيدريك نجا ولا ميدراندا ولا أي أحد قادر على إيقاف أثير. بدأ الحلم يا أثير، بدأ الحلم يا أثير من هذا البيت، وبدأت تخطى أقلام الأهداف، وبأناملك تضع الطريق نحو المجد من هذا المكان، يضع الكرة في المرمى ويضع الكرة في الشباك، وتحقق الحلم يا ولدي. اللعب أولا والوصول والتسجيل ثانيا مع فريق الشرطة. الكرة تلعب إلى الأمام، إبعاد يأتي، واحدة على الطرف الآن، ضغط موجود وكرة مؤاتية. من الممكن يا روش، من الممكن يا فونينج، البحث عن فونينج، الرأسية والتدخل. عادت الشرطة، عادت القافلة على سكة الانتصارات، بدأوا يعودون، بدأوا يسيرون، رحلة انطلقت. يذكرنا في الموسم الذي قالوا بأن اللقب ذهب وأتى مؤمن سليمان، يذكرني ب 23-24 بموسم الاحتراف، بموسم دوري نجوم العراق. هذه كرة تلعب وهذه محاولة، وهنا النقلة في العمق وإبعاد وتدخل من مناف للكرات الطويلة. أتبا مع المواس، نبحث عن محترف يسجل في لقاءات الفريقين. أن تأتي إلى هنا فلا ترجو أن الانتصار أبدا. هذا الحال في ملعب الشرطة، هذا الحال في البيت الأخضر. هم في بغداد لا يمكن أن يقهروا، وهكذا مباريات وهكذا منافسة لا يمكن أن يضيعوا فيها، وإن بدأوا متعثرين وأن لم يجيد الآسيوية لكن يجيدون المحلية. أتبا يتقدم فيها، أتبا يحاول ولكنه لم ينجح في الوصول، لم ينجح في المغامرة هذه، والكرة قطعت من أمامه. هدفين لا شيء له، هدفين لا شيء حتى اللحظة. أثير صالح صاحب الهدف، ولقطة الآن حاضرة من هذا المكان.
ركنية جديدة. من هنا صنع الأول، هل يصنع الثاني؟ الثالث للمواس في المباراة، ولكن لم تصل وذهبت طويلة. يا لمرور، يا على إعادة، فرصة إلى سعدون. الآن يأخذ خيار حارس المرمى. أنت مررت في الأولى بشكل جيد، لكن في الثانية ماذا جبرك على عدم لعب الكرة بالكروس بالعرض؟ هذه كرة تلعب الآن على اليمين. رامي الوسماني على السيد شاسب سلطان، مراجعة أوراقه لأن الفريق فعليا في الشكل الهجومي غير جيد أبدا. هذا يوسف سعيد، وهنا كرة في الجانب المقابل تلعب المحاولة. كيف عليك أن تكون بطل؟ هذا الشكل الحقيقي للبطل. هنا ملامح البطل، هنا الثبات للبطل، وهنا يعود البطل. أحمد باسل بالقدم، إبعاد، وكرة تصل في هذه اللحظات في الوسط. الفرصة الآن بيدي يحاول فيها الدالي مع باقر عطوان. الرايان بيدي، لكن الكرة ضعيفة تبعد إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات لتصل المحاولة إلى رمية جانبية. جماهير تساند أحمد يحيى، دافع كبير تعطيه الجماهير اللاعبين أثناء عملية التشجيع وأثناء الدافع المعنوي الذي يعطى من المدرج. مهدي هاشم في مرمى هدفين حتى الآن، ولا خروج بالشباك نظيفة في هذه المباراة. محاولة من جانب باقر عطوان، خاطئة من باقر. وسط الملعب مفتاح الأمان للهجوم وللدفاع، مفتاح الإبداع للهجوم والأمان للدفاع. المعنى الأبلغ والتعبير الأكثر مجازيا. هنا محاولة إعادة الكرة في الخلف مرة أخرى. دومينيك ميندي يحاور وينتظر أحمد باسل في الخلف، يقدم كرة على طبق من ذهب لأحمد باسل. هذا عبد المجيد، وهنا الكرة التي تذهب من الجهة اليمنى. يحاولون دائما وابدا. دومينيك ميندي ينتظر عبد المجيد، يمرر إلى مناف يتقدم ويبحث عن شريف، لكن يفضل أحمد يحيى الذي هو من يبحث عن شريف الآن. أين المواس؟ أين شريف؟ هذا شريف قريب، يمرر كرة في انتظار فتح الجهة. تدخل ومخالفة، ومع هذا التدخل وهذه المخالفة استوجب انذار لأنك أوقفت عملية اللعب. لا، حكم مباشرة يطلب الهدوء من الوسماني يوسف سعيد بقرار ثابت، يطلب تنفيذ مخالفة ضربة حرة مباشرة. ثلاث خسارات تعرض لها الشرطة هذا الموسم. 23 24 تعرض لثلاثة، و24 25 تعرض لثلاثة، و22 23 تعرض لست خسارات. وفي كل هذه الخسارات شرطة بطل. لماذا كل هذه الثقة بالشرطة؟ لأننا شاهدنا كل ذلك، مر علينا كل ذلك. واصلوا عبد المجيد يلعب الكرة إلى المواس. كل نقاشاتنا في المواسم الماضية كزملاء كمعلقين عن الوضع بالنسبة للشرطة بداية متعثرة. سيف قد يكون الجواب دائما بأن الشرطة قادرة على الوصول. أصبحت الثقة تامة بالفريق، لن نقلل من المنافسين ولن نحد من خطورة وتقدم أربيل، وفرصة كبيرة لعودة الإمبراطور إلى الواجهة. ضربة حرة مباشرة. تلعب مرة أخرى، وفي هذه اللحظات عودة إلى الخلف. مناف ثلاثي سيلعب اليوم الزوراء في ديالا. تجري مباريات الآن، والشرطة في القفص، والجوية سيلعب في الكرك. بدأت الآن الأصوات تتعالى بأخذ ثقة الانتصار في هذه المباراة. هنا مهدي هاشم حارس المرمى سينفذ هذه الكرة. 11 هدفا في مرمى مهدي هاشم، و17 هدفا في مرمى الموسم إلى الآن. على الطرف شريف يحاول صاحب الهدف الأول، صاحب البصمة الأولى.
نقلة في الجانب الثاني. عبد المجيد يحاول مرة أخرى. عبد المجيد يقف على الكرة ينتظر زميل. هنا سامر محسن، أكرم رحيم، إعادة الكرة لصالح لاعبي الموصل على الطرف مرة أخرى. روش فونينج مرر إلى باقر عطوان، لكن باقر حاول تمريرات خاطئة كثيرة اليوم من باقر عطوان. هنا عملية التقدم أحمد يحيى إلى عتبة في الطرف، لكن التغطية حاضرة من جانب سيدريك نجا. يسقط سيدريك ويوسف سعيد خريف يقول مخالفة لسيدريك. هنا تدخل من جانب ليونيل عتبة ومخالفة لسيدريك نجا. عادت الكرة في الوسط، جماهير الشرطة تتفاعل وتصعد وتيرة التشجيع. هنا الكرة في الأمام، وعلاء الدين الدالي يحاول في الخلف. المحاولة عند عبد المجيد، وهنا كرة تلعب مرة أخرى من جانب لاعبي الموصل، قطعت بشكل ممتاز. فرصة لهدف الآن، فرصة لتقليص الفارق. الدالي يلعبها عالية وسامر محسن يسقط في هذه اللحظات مطالبا بركلة جزاء، لكن لم تأتي الإشارة بوجود ركلة جزاء. رامي الوسماني يلعب الكرة عالية، خروج لأحمد باسل، وأحمد يلتقط الكرة ويحصل عليها حارس مرمى نادي الشرطة أحمد باسل. وصل إلى الكرة باسل، وبينما كرة في الجهة اليمنى. عملية تقدم المواس، يحاول الهروب لكن لا مهرب للمواس، لا وصول للمواس. ادوار دفاعية تعطى للاعبين. تشاهد أتيبة رايح جاي، دفاع في الهجوم. هنا نقلة مرة أخرى. هل في استعداد للقب جديد؟ هل يمد البساط في استاد الشعب؟ مد البساط الأحمر لمرة خامسة على التوالي، فإن الإمبراطورية الخضراء قادمة لإكمال المسيرة. اعلمي جيدا يا جماهير الكرة العراقية بأن هذا الجيل القاهر جيل جبار، اجتاح البطولات المحلية، فرض السيطرة على بطولات البلاد ل4 مواسم وفي الطريق خلال 5، ولكن الخيبة دائما الأكبر آسيوية. لاحظون الكرة التي لعبت وسامر محسن راح في مهب الريح. هل في عودة يا أبناء الحدباء؟ مؤمن سليمان في طريقه إلى انتصار جديد، الانتصار 77 في تاريخه كمدرب للشرطة. عائلة الكريمة حاضرة كلها شرطاوية، أب والأم والبنت، ثلاثي شرطاوي اللون الأخضر مع الجرين. كرة في الخط الأمامي ترسل باتجاه محمد داود، لكن إبعاد يأتي وإلى خارج أرضية الملعب من حسام كاظم في هذه اللحظة. مرة أخرى أحمد يحيى يحاول المرور، تدخل من سامر محسن، لا شيء يقول حكم المباراة. واضحة الكرة الآن باتجاه الدالي، النية واضحة، يحاول الدالي ومخالفة لعدي. وهنا التدخل ضربة حرة مباشرة، كرة في منطقة الجزاء، لكن تدخل من مناف أتيبا وتحول الهجوم الآن
الكرة إلى دومينيك مندي، ممتاز في التمرير، لا تخاف، الكرة عند مندي، أتيبا ينتظر، أتيبا هرب والكرة إلى المواس. خاف الكرة عند مندي. ابعد عنك عن الحاسدين. ما شاء الله تبارك الله، لاعب مميز لكن ضيع اللقطة. وهذه كرة تلعب الآن ومحاولة تصل إلى أحمد باسل، واصلة في وسط الملعب، كرة في الخلف، والكرة في حيازة لاعبي فريق نادي الموصل. باقر مع أكرم رحيم والرايان بيدي ثلاثي الوسط يحاولون. ميدراندا يمرر في الخط الخلفي مع سيدريك ناكا. هكذا كان شكل التمريرة الأخيرة. واحدة في الجهة اليسرى، ضغط الآن من جانب لاعبي الموصل، انتظار عرضية من باقر عطوان، الرأسية والدالي. كاد علاء أن يزور الشباك، كاد أن يمسح المصباح ولكن باسل رفض. الكرة وصلت ضعيفة وباسل واصل. هنا محاولة، راح المواس، سقط في الأوفسايد، غاض من أتبا. دومينيك مندي، يمر مندي ويصل مندي، يمرر مندي، يبدع مندي. وهذه كرة طويلة من أحمد يحيى باتجاه المواس، يضغط المواس. وهنا رامي الوسماني والكرة إلى ركنية، إلى ركنية. غاضب رامي الوسماني، قد ياخذ انذار في اللقطة. لاحظ باقر عطوان، مرت على سامر، حاول داري لكن لم يأتي. أحمد باسل حاضر في التصدي. تغيير في هذه اللحظات، فونينج يغادر، ياسر ناجي يشترك في هذه اللحظات. ياسر القرمة حاضر مع الموصل، وافدا من ابناء الغربية، وتدخل وابعاد في توقيت ممتاز، تدخل وابعاد في وقت مناسب. وهذه الكرة من عبد المجيد، محاولة ونقل الكرة، إعادة الكرة عند عبد المجيد، ضابط الإيقاع في الخط الخلفي، يعيدها إلى باسل المتصدي لكل محاولات الهجوم. وهنا على الطرف باتجاه مصطفى سعدون، كنترول رائع من سعدون، يلعبون الكرة إلى دومينيك مندي، حريرية من مندي، سنغالية لأسد الترينجا، بسرعة الأسد، بسرعة السنغالي لكن لم تأتي. غفير صالح، واحدة إلى المواس، يضع البصمة المواس، يضع الجول المواس، يصنع الكرة المواس. ماذا يفعل هذا الرجل؟ أي إبداع يواصل فيه المواس. المحاولة إلى عثير صالح، مناف يونس، إعادة الكرة إلى باسل من جديد، عزف شرطاوي خاص خالص لأبناء البيت الأخضر في هذه المباراة. الفريق يؤدي مباراة كبيرة هذا الموسم، لم نشاهد الشرطة بهذه الجودة. يعني بدأ الفريق يستعيد توازنه، يستعيد نفسه. وهذه الكرة تلعب الآن، مصطفى يتقدم، لماذا لا تمررون؟ أنانية في الفريق. مندي في لقطة، مصطفى في لقطة، وهنا لاعب من الموصل يعاني من إصابة. سلامات لميدراندا، غيروا البوصلة على مندي. هذه الكرة في الأمام، ومحاولة لصالح نادي الموصل لكنها إلى خارج أرضية الملعب. محاولة مرة أخرى، تسديدة من هذا المكان لكن مباشرة هذه سهلة على أحمد باسل. وسط الملعب، إرسال كرة باتجاه دومينيك مندي، الفرصة فيها مطالبة بوجود لمسة يد. مرة أخرى تدخل الحاضر، مخالفة يعطيها يوسف سعيد في هذه اللحظة. نتيجة أول لقاء ما بين الفريقين تبقى 0-0.
الجولة 11 الموسم 82-83. والإياب 2-1 للشرطة هنا في بغداد. فيصل عزيز وعدنان كاظم للشرطة ومحمود أمين للموصل. كرة تلعب وتسديدة ممتازة من ياسر ناجي، لكن إلى أحضان أحمد باسل. إلى أحضان أحمد باسل هذه التسديدة. هذا باسل في المرمى. لاحظ الكرة العائدة من دفاعات الشرطة. إبعاد من أحمد يحيى لم يكن بشكل مثالي. بكعب القدم عند أكرم رحيل. مرة أخرى سعي وراء لقب تاسع لاقتراب من ألقاب الزوراء. هكذا هو العنوان في هذا الموسم. كرة عالية لا تصل إلى سامر، من يبعد هو مناف. غادر الروشفورينج، حاول التنشيط طبعا السيد شاسم سلطان. هنا شريف وإبعاد أثير والجري من أتيبا. يضغط أتيبا، يمكن الحصول على الكرة، يحصل على الكرة. المواس قريب، يفكر بمحمود. لاحظ هنا وجود دومينيك مندي. أين الحلول؟ هذه فرصة سهلة. مندي يلعب الكرة إلى المواس، من هنا المواس، ولكن تدخل في مكان ممتاز من جانب ميدرندا وتوقيت مثالي وإخراج الكرة إلى خارج أرضية ركنية في هذه اللحظة. إذن هنالك تغيير. يغادر محمد داود في هذه اللحظات. وشريف هل يغادر أيضا من البدلاء القادمين. مؤمن سليمان بدأ يحرك الدكة. لماذا؟ لأن الموسم طويل والموسم مضغوط. وهذه تحية مني ومن مخرج المباراة لهذا الهدف العالمي من شريف. عبد الكاظم لف وفتح زاوية تسديد رائعة وسدد في أقصى الجهة اليسرى لحارس المرمى. سلامات لشريف، ما تشوف شر. والتحايا حاضرة من البدلاء. الكرة في منطقة الجزاء، وصلت الموصل. كونتر اتاك، أين اتاك الآن؟ واصل المحاولة والكرة الآن عند حارس المرمى. حسين علي جاسم وسالم أحمد. يعود سالم أحمد مرة أخرى. كرة تلعب عرضية وإبعاد يأتي في توقيت مثالي. محاولة إلى خارج أرضية الملعب. إبعاد من هذا الرجل. لاحظ الكرة التي لعبت وأبعدت في التوقيت من سيدريك نجا، التوقيت المناسب. سالم أحمد وصل إلى أرضية الملعب. سادس ركنية للشرطة. أيضا حسين علي جاسم يحاول تنشيط الخط الأمامي وإعطاء فرصة لحبيس الدكة. هدف تأكيد البقاء ضاع على سالم أحمد. هدف تأكيد الحضور بعد فترة الانتقال. ضاع عليك يا سالم. ارتقاء رائع ورأسية إلى خارج أرضية الملعب للوافد من الجنوب، من البصرة، من الميناء في بداية الموسم. سالم أحمد. كرة فيها خطورة. كانت على المرمى. علاء الدين الدالي ساقط على أرضية الملعب. علاء نفت ميسان لا يتكرر. وهنا محاولة تلعب إلى الأمام في موصول لأثير صالح. ينتظر زميل، يختار نفسه بعيدا عن الزميل والفرصة لم تصل إلى سالم. وهنا السقوط والذكاء في اللقطة الأخيرة من المدافع ليحصل على مخالفة ضربة حرة مباشرة في التدخل الأخير. لاحظوا هنا سالم أحمد في التدخل على ميدرندا. ومخالفة مباشرة من حكم المباراة على وجود ضربة حرة مباشرة. تقدم الهدف 21 سجل الشرطة في الموسم في هذه المباراة. يواصل مسير كأفضل وأقوى خطوط الهجوم. مرة أخرى عملية تقدم من سامر محسن. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. في هذه اللحظات أحمد يحيى على تنفيذ رمية جانبية.
سالم وأتبة بطء في الخط الأمامي. تتفقون معي؟ سالم وأتبة، لكن أتبة قادر على الجري يومين بعد المباراة ما شاء الله. دومينيك ميندي، وهذه كرة على الطرف واصلة في هذا المكان عالية وعرضية. البحث عن أتبة إلى المواس. هل في بصمة يا محمود؟ البصمة فيها تمريرة لم تصل، وفيها كرة تعود مرة أخرى. مصطفى سعدون، إعادة الكرة إلى أحمد يحيى. المواس بكعب القدم، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. استعدادات من بسام شاهدناها، وهذه كرة في الأمام إلى الدالي. تراجع كبير لاعبي الموصل من تحت الأقدام، مرور وإبداع، فرصة لإقناع على الطرف. لماذا لا تمرر على الجهة المقابلة إلى الدالي؟ يحاول الجري على الدين، يلعبون الكرة، ضيع على ياسر ناجي فرصة جول. هذا ريان بيديه ضيع فرصة جول. هنا لقطة فيها استلم أتبة، وفيها مرر إلى حسين علي جاسم. حاول حسين علي جاسم ينتظر زميل القصير المكير المهاري الفنان، يلف ويدور وينتظر مرور من دون لف ودوران، ولكن الوصول إلى سعدون في هذا المكان. هنا لاحظ وقوف من جانب لاعبي الموصل. في الخلف عند عبد المجيد. أين ميندي؟ لمسة وهتخط. لقطة أخرى، استلام بكعب القدم من مناف، وهذه محاولة ما بين أتبة وسالم والمواس. يا سلام على المواس، أوه يا ساتر، العارضة ترد الكرة، والمحاولة لهدف ثالث للثلاثية للتأكيد للإنهاء، والفرصة لا زالت يا سعدون. راية وتسلل، وهنالك عودة من التسلل. هنا الكرة واللقطة الأخيرة التي كان فيها راية، كرة في العارضة. إذن ثواني وندخل العشر دقائق الأخيرة، هدفين مقابل لا شيء الآن. لا زال التوقف حاضر. هل في تغيير؟ نعم، بيدي يغادر أرضية الملعب، ومعين أحمد يشترك الآن. 18 معين أحمد. إعادة باقر عطوان كمحور وحيد. تنشيط الخطوط الأمامية، لا شيء يخسر السلطان في هذه الدقائق. حسين علي جاسم بكعب القدم، عبد المجيد، ميندي، أحمد يحيى، يمرر أحمد، لف أتبة، قراءة ممتازة لكن كرة لا تصل. حاول البحث عن سالم أحمد. أتبة يلعب الآن في المكان الذي يتواجد فيه اللاعب رقم 10. الرسم التكتيكي للفريق، مخالفة على مناف لصالح هذا الرجل سامر محسن، لاعب مهاري، اللاعب الذي مثل القاسم ونفط الوسط، بداية من نفط الوسط. هذه كرة وباقر عطوان على تنفيذ ضربة حرة مباشرة. سيرسل كرة من هذا المكان باقر عالية في منطقة الجزاء. ضيع الدالي، هذه ما تضيع. متى تكون بصمة اللاعب المحترف يا علاء الدين؟ وهنا رامي الوسماني، محاولة وكرة في العمق، ترسل تقطع سريعة. أحمد يحيى يحاول افتكاك، أكرم رحيم على الطرف. هنا اللمسات
لا مخالفة يقول حكم المباراة. ينطلق مندي الآن الكونتر اتاك في هذه اللحظات. الكونتر اتاك تصل المحاولة عند سالم. سالم يحاول ينتظر الدورة. ضاعت بغرابة يا سالم يا أحمد. ضاعت بغرابة يا سالم يا أحمد. من المفترض أن تمرر إنقاذ للكرة من جانب حسام كاظم والمواس، والكل غاضب 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 على الضياع. أخذهم في طريق الضياع سالم وضيع كرة أمام المرمى. متى تسجل؟ متى تثبت أنك يجب أن تبقى هنا يا سالم يا أحمد؟ لما بسام شاكر يشترك الآن موسيقار وسط الملعب وأمهر العازفين الموجودين في الفريق مع مندي ومع الكل. سلامات لميدراندا. قد يضطرون لإخراجه، قد يضطرون لإخراج ميدراندا. أربع لاعبين متاحين لجاسم سلطان. هذه رأسية تأثير والهدف الثاني للموسم، أو عفوا للشرطة، مع تفرج دفاعات الموسم. جماهير تتفاعل. فرصة هدف مؤاتية كانت صافرة من حكم المباراة. على ماذا؟ إذن حديث والمواس يغادر أرضية الملعب غاضب. محمود المواس يغادر وبسام شاكر. طامح المواس لاعب يتجدد في كل موسم حقيقة، لذلك الغضب حرصا على الفريق، على مواصلة التقدم. الآن بديل جديد، أو عفوا الشرطة عنده فقط 6 تبديلات. الموصل كامل من التبديل. عبد الخالق محمد يشترك الآن، وهنا كرة عالية ورأسية، بصمة أولى لمندي من جديد. هل يضعها مندي؟ هل يسجل مندي؟ عبد الخالق يمرر، والكرة فيها الطرف الآخر. المحاولة مرة أخرى، والكرة فيها نقل الكرة. ضاعت على عبد المجيد، ضاعت على ابو بكر في الكرة الأخيرة. ابدع ابدع ابدع، واصل 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 الابداع، وطرب شرطاوي حقيقة. مباراة ممتعة يقدمها الشرطة، مباراة جميلة يقدمها الفريق الأخضر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وهذه كرة يوم المدرسة الشرطاوية، وهذا عبد الخالق أراد أن يضيف نفسه. الثالث قادم، لا محال لا محال، وليس من وحي الخيال. هذه كرة بسام، لما راح 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 أنت الأخضر لونك الحياة، أنت النشيد وأنت القيثارة وأنت الشرطة، نادي القمم، سادة اللحن، ملوك العزف، وعن طريق العازف الأمهر. هذا بسام، هذا البسمة، هذا ليما، وبطريقة البرازيليين يسجل الثالث، يأتي الثالث لا محال. هذا من عندي تأكيد وليس من وحي الخيال. يبدعون يمتعون. يسجل هذا الرجل، يسجل هذا العازف. مندي يمرر، بسام يتقدم، هنا مر، هنا عبر، هنا راح واتى ليداوي الجراح، بل اتى ليعمق الجراح في زاوية حارس المرمى، وبأهداف أبو تريكة بصبغة برازيلية.
وبمهارة برازيلية وبحرفنة مصرية لفرعون مصري من بلاد الفراعنة محمد أبو تريكة لطالما عودنا مع الفراعنة ومع الكبير الأهلي. اليوم يأتي بسام ويسجل في زاوية حارس المرمى ويخادع حارس المرمى. هذه كرة على الطرف، عبد الخالق يمرر والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ما شاء الله تبارك الله، أرادها عبد الخالق لكنها أرادت بسام شاكر، لكنها أرادت هذا الرجل. المباراة الجميلة تسير بخطى ثابتة. هنا الكرة التي تلعب باقر عطوان في الوسط، عملية التمرير، المرور والعبور. هنا الفرصة، هنا المرور، هنا الوصول. هذا معين يمر الكرة في الطرف لتقليص الفارق، يوضع بصمة للموصل، ولكن كرة تصل في هذه اللحظات. هنا المحاولة لا زالت. الشرطة الذي يريد إعادة رباعيات الموسم الماضي، رباعيات خاصة بالشرطة، رباعيات خاصة بالخيام. وهذه كرة تلعب، هذه محاولة تصل وإلى خارج أرضية الملعب. تدخل وإبعاد الكرة. في بلاد الرافدين يواصل الشرطة الوصول، وهذه رأسية إلى خارج أرضية الملعب. اسمع 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 اسمع. في بلاد ما بين النهرين حيث التاريخ يكتب بمداد المجد، هناك ولد ناد كتب على جدرانه هنا يصنع المجد. وعندما سمع الزمان تذكر غزالهم الأسمر الذي يسبق الفهود، وسعادة القيس مفرح الحشود، وهاشم فكاك القيود، وعبد الزهرة مكلل المجهود. وفي الحاضر لديهم المواس يربك الحراس ويرقص على سرك الحمويين. ميمي ذهب مكسر الحصون والمتمرد في كل مكان وزمان. هذا القليل من نجوم الشرطة، هذا القليل من أبناء هذا البيت بذكريات هاشم رضا وعلى عبد الزهرة وسعد قيس، وذكريات يونس عبد علي وحضور، وذكريات ميمي، وأيضا المواس الحاضر الموجود. الشرطاوي يرد ويردد في كل مرة: ما شبعنا ألقاب، والله يا قلبي ما شبعنا، لسه ما ارتوينا، احنا للخامسة جينا، جايين نكمل السيمفونية، واللي ما يعجب يغني والله يا قلبي سرينا. هي اتسعت الدنيا فينا ما ضاقت علينا، الجمال الكمال الحضور وخطأ من باسل. لا يا باسل، لا يا باسل. نادي المعالي يواصل في الأعالي، يتقدم ويسجل الحضور. علي لطيف بديلا في هذه اللحظات. اسألوا العرب عنا، اسألوا كأس العرب من هم أبطالها فنحن أبطالها، واسألوا بغداد على أي طرب تأنس. أنا أشهد على طرب القيثارة. هذه في منطقة الجزاء. إبعاد من باسل. الدقائق انقضت، انتهت مع إبداع وإقناع مع حضور كبير. وكرة ترسل من بسام، المحاولة إلى دومينيك ميندي، مرر والكرة وصلت، مرر والكرة حضرت. هنا كرة إلى خارج أرضية الملعب. لا أحد ينسى وقفة الشرف، وقفة تاريخية من أجل فلسطين، العرب في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية في 71، وجسد ذلك الموقف في هذا البيت. حقيقة مواقف كبيرة لفريق الشرطة، إنجازات، وكرتنا مليئة بالإنجازات. محليا حضور عربي للشرطة، آسيوي للقوة الجوية. وهذه كرة تلعب الآن من أجل بصمة حضور. 3 دقائق أعطيت. يواصل فريق الشرطة الضغط على المتصدر ويريد الوصول إلى هدف الأسمى وهو الصدارة، وهذا علاء الدين الدالي يضيع كرة أخرى. حسين علي جاسم قصير المكير، المهاري الفنان الرائع البارع، ينجح في المرور، ينجح في الهروب، يمرر كرة في الوسط إلى عبد المجيد. راح عبد المجيد، وصل عبد المجيد إلى بسام. هذا أتيبا يعطيها إلى سالم، لا ينجح فيها أتيبا، لا ينجح فيها. إبعاد الكرة. وختاما في هذه المواجهة المسك من بسام، أنفي مسك جديد حاضر، ومسك الختام لمن سيكون إلى الآن عند بسام بهذه المشاهد الجميلة.
التفكير في المباريات القادمة. القوة الجوية الشرطة في 5:30 يوم السبت 17 من يناير أول أشهر عام 2026، وانتظار للموقع الأصعب للشرطة في الجولات القادمة أيضا، وموقع إثبات الذات بالنسبة للقيثارة الخضراء. فيما الموصل بدأ أيضا بنفسه يفكر في المباراة القادمة وطي صفحة هذه المباراة وانتظار مباراة القرمة هنالك في الشمال في دهوك. إذا بهذه النتيجة أيها الأحبة الشرطة وصيفا بشكل رسمي في انتظار الأهداف القادمة من مباراة القوة الجوية، ولو يبقى متفوق لأن المباراة صعبة أمام أمانة بغداد. بدأ يقدم مباراة رائعة مع أحمد خلف صقور أو أسود العاصمة. الشرطة 24 نقطة في الوصافة الثالث مؤقتا في انتظار نتيجته. الطلبة أمام نوروز ديال المتعادل مع الزوراء في المركز الرابع، وتراجع القوة الجوية والقرمة مؤقتا إلى الخامس والسادس. زوراء سابعا ب20 نقطة، وفريق الموصل 12 نقطة أو 12 نقطة في المركز الخامس عشر، وهو مهدد من فريق نوروز أن يفقد هذا المركز، لأن نوروز عنده 10، ولو فاز على الطلبة سيصبح 13 مع هذا الجمال مع هذه المتعة. الدولي السيد يوسف سعيد أيها الأحبة ينهي أحداث هذه المواجهة بانتصار كبير للشرطة في ملعب القفص على الموصل ب3 مقابل لا شيء. مبروك لفريق الشرطة، مبروك لأبناء القيثارة الخضراء، هارد لك لأبناء الحدباء، هارد لك لفريق الموصل. لقطات جميلة تأتيكم مباشرة مشاهدينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي مع لقطة الختام مع هذا المشهد الجميل لهدف بسام شاكر هنا في هذا اليوم الجميل وفي هذه البداية الرائعة للشرطة. أترككم في أمان الله وحفظه حتى لقاء جديد في موعد جديد ومباريات دوري نجوم العراق. كان معكم في الوصف والتعليق أمير عبد. يلا عباس سيف.